هو لازم خلاص البس باجي دلوقتي عشان ابقى ستايل؟ البنطلونات الباجي رجعت بقوة جدا. السوشيال ميديا كلها لما تفتح الانستجرام، تفتح بنترست، كل حاجة هتلاقي الصور بنطلونات باجي وبنطلونات وايد ليج، وسواء حبيتها او ما حبيتهاش فهي موجودة وراجعة بقوة. البنطلونات الباجي هي ستايل للناس اللي بتحب الحاجات المريحة الواسعة اللي ما بتأيدكش، بتخليك حر في الحركة. لو انت يومك طويل، لو انت في الجامعة، لو انت في شغل بتحتاج تلبس لبس مريح، فالبنطلونات الباجي هتبقى كويسة جدا بالنسبة لك. اما لو انت في شغل فورمال بيحتاج لبس طبعا بشكل معين، فاكيد البنطلون الباجي مش مناسب بالنسبة لك. وبسمع ناس كتير بتقول انا مش بحب الموضة دي، واتمنى بقى انها تنتهي عشان ارجع البس البنطلونات اللي انا بحبها. وايا كان وفي اي وقت البس اي ستايل بنطلون انت بتحبه، وهو ده البيرسونال ستايل بتاعك. بس ابعد عن السكيني بانس، لان دي من يوم ما طلعت لحد النهارده وهي موضه كريهه جدا. ولو انت مش مقتنع قوي بالباجي بانس وعايز تلبس حاجه شيك ومريحه برضه في نفس الوقت، تقدر تجرب الريلاكسد فيت، بتبقى شيك جدا في اللبس. وكمان البنطلونات التيلورد فيت ستايل جدا الفتره دي، تقدر تلبسها على جواكت الصوف، وممكن على جاكيت الجلد، تقدر تلبسها على النيتد وير. الشموع كمان راجع بقوه السنه دي. واهم حاجه والنصيحه اللي بقولها دايما لاي حد، اختار من الموضه الحاجه اللي تناسبك وتناسب ستايلك الشخصي. اهم حاجه تكون مقتنع بالحاجه اللي انت لابسها، تكون مستريح نفسيا. لو حاجه مش عاجباك او انت مش مستريح لها، سكيب يا معلم. قولوا لي رايكم ايه بقى في الباجي بانس، بتحبها ما بتحبهاش؟ اكتبوا لي في التعليقات. ولو انت مش عامل لي فولو، اعمل فولو دلوقتي عشان في فيديوهات قويه جدا هتنزل